السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي المغاربة والمغربيات فين ما كنتو منين ما كنتو كتابعونا من داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، نتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، ونبغي نرحب بكم معنا في فيديو جديد. فمن بعد ما تم التصريح من قبل قليل يعني من قبل بعض المصادر الإعلامية بأن المحكمة الفرنسية حكمت على سعد المجرد ب4 سنوات، خرج الآن يعني التفاصيل والحقيقة الكاملة في هذا الموضوع هذا، وتبين على أن المحكمة الفرنسية قضت بالسجن لمدة 6 سنوات في حق المغني المغربي سعد المجرد، على خلفية القضية اللي كتعود الأطوار والحيثيات ديالها لسنة 2016، وكيتهم فيها ولا سعد المجرد المتهم فيها بالقضية ديال ضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق على هامش حفلة كانت عنده في العاصمة الفرنسية باريس. وقالت صحفية في إذاعة فرنسا الدولية RFA أنه حصل الاقتناع ديال المحكمة وهيئة المحلفين بالتهم المنسوبة لسعد المجرد، وبعد 7 ساعات من المداولات قالت المحكمة على أنها مقتنعة بحصول واقعة الاغتصاب اللي وصفتها بشكل ثابت ودقيق المدعية المدنية في القضية لورا بوريل، وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد المجرد غادي يودع السجن على الفور. إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو ديال اليوم، وهادشي اللي كاين في هذه القضية ككل، قضية اللي عودات يعني هزات الرأي العام الوطني والدولي في الآونة الأخيرة، خصوصا على أنها يعني قضية اللي من 2016 وهي يعني سارية المفعول، فاليوم تم يعني الفصل فيها بشكل نهائي. وهذا الشيء اللي كاين في الفيديو هذا. نتمنى انكم تدعمونا بلايك وتعليق الفيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناة ما ينساش على انه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس. كان معكم الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.